شايف السما عامله ازاي؟ هات ايدك يلا. تعال، احنا رايحين فين دلوقتي؟ المدرسة. انت بتحب المدرسه؟ تحبها ولا نروح نرجع ننام نتدفى وننام؟ المدرسه ولا نرجع ننام؟ المدرسة. المدرسه ولا ننام؟ ماما، ايه؟ احنا كل دول في حمامه عند فوق عند المدرسه، مش باينه في الكاميرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده جيت لكم فيديو جديد وروتين جديد. كنت لسه اهو بوصل ابني المدرسة، الجو كان مغيم وكده فما حبيتش انام. بحب الجو ده جدا، والدنيا شتت كمان وانا راجعة. يعني انا وصلته وراجعة كده كانت بتنقط كده نقط صغننة. قلت هعمل له بقى ايه جدول المذاكرة بتاعته. ان انا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات انا ما اديتلوش دروس. هعتمد السنة دي على يعني هذاكر له أنا. ونشوف الدنيا ايه رايحة معانا لفين. فكنت مكسلة بقى اجيب الكنكة واعمل قهوة والكلام ده واعمل فطار. كنت مكسلة جدا. المهم شربت ده على اساس يفوقني، اصلا خلاني عايزة انام اكتر. بس الجو كان جميل، ما كنتش عايزة انام. انا دخلت غيرت هدومي وقلت اصور بقى معاكم فيديو من اول اليوم. ده بتاعي، دي النوت بتاعتي اللي بسجل فيها يعني انا بحاول اتعلم من الفتره دي شويه حاجات عشان ما احسش ان انا يعني روتيني اليومي الاكل الشرب الاولاد وكده. وده كان الجدول بتاع المذاكره بتاع ابني. قعدت بقى ارسم فيه شويه. يا دوبك انا رسمته من هنا والنوم جالي كله من هنا تاني. اليوم ده انا عملت غدوايه، يعني من الجمبري عملت 3 اصناف تحفه. ف هوريكم غدا سهل وبسيط. هو مشكلته بس في ايه؟ في تنظيف الجمبري، لان انا الجمبري لازم نشيل منه الشوكة الرملية، انتوا عارفين طبعا، فاخد مني وقت. المهم انا كنت كل ده لسه الصبح قاعده مزاجي رايق، بنتي نايمه وجوزي كان نايم وابني في المدرسه وانا ما ورايش حاجه بقى، فقاعده اقول جمبري ومش هياخد وقت وكده. قعدت اخطط الجدول الجميل دوت. وخلاص عملت كل مادة، وعنده 3 مواد، كل مادة يومين ويوم فري. اليوم الفري دوت مش هذاكر له فيه حاجة خالص، هديله بس اللي هو ايه امتحان بس اشوف مستواه ايه طول الاسبوع. ده بارت الحتة دي اصلا من فيديو تاني خالص، بس انا حطيتها لكم هنا. بقول لكم يعني من الحاجات اللي بتشجع الاولاد على المذاكرة السبورة ديت. يعني هو بيكتب عليها اسرع ما بيكتب في الكراسة وكده. دي انا كنت جايباها من عند حمادة نبيل البورسعيدية، جايباها من عند حمادة نبيل، كانت ب135 جنيه. قلت احط لكم ده جنب ده يعني وكده. بس ده كان يوم تاني خالص يعني. بعد كده بقى نمت ما حسيتش باي حاجه. صحيت بقى، فجوزي هو اللي بيجيب ابني من المدرسه، قال لي انا هاخده وهروح اعمل كام مشوار وكده. قلت له تمام ماشي. عملت فطار بقى ليا انا وبنتي هنا. ماشي. لا، في الصغنن بتاع ديدا، الصغير بتاع ديدا. نيمو 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 مين؟ اسمه ايه؟ نيمو نيمو. لا مش ده، استني اجيب لك كوبايتك في بتاعت ماما. القناة دي انا قاعدة قدامها ليل نهار. ولعت بقى على غسلة وخلصت شوية مواعين كانوا عندي كده عشان ايه نشتغل على نظافة. طبعا جمبري ما اكيد ما ينفعش الحوض يبقى فيه حاجة، لان انا بنضفه في الحوض. وانا بعمل القهوة لقيت الدنيا شتت تاني، بس نقط كده بسيطة. كان الجو جميل قوي، الجو تحفة. هو ما ينفعش الجو ده يبقى طول السنة بجد. انا بعشق جو اكتوبر. ده الجمبري صغير متقشر، والكبير ده مش متقشر.
طبعا انا ما صورتلكوش تنظيفه وكده عشان ملوش لازمه وكده. بس اللي مش عارف يقول لي وانا هعلمه ازاي. يعني هعمل لكم فيديو ازاي نطلع شوكة رملية من غير ما نقشر الجمبري. الجمبري الصغير ده قلت هعمله رز بالجمبري، والجمبري التاني ده كان كيلو، حوالي كيلو، قلت هعمله صنفين، صنف طاجن في الفرن، صنف بالزبدة والليمون. ده حكاية حكاية حكاية، انا لو قعدت اقول لكم عن جماله من هنا ل20 فيديو كمان مش هوصف لكم جماله. هنا عشان ما توهش منكم حطيت البصل والثوم والطماطم، بعد كده نزلت عليهم بالجمبري الصغير، وحطيت كمون. الجمبري بيحب الكمون جدا، وانا مش بغمق البصله عشان الرز يغمق، انا بستخدم صويا صوص، فهي بتغمق لي الرز عشان احافظ على طعم البصله. وبس. وبزود الميه طبعا سخنه من الكتل او اغليها على النار، دي بتخلي الرز مفلفل. وكده الرز بتاعنا خلاص خلص. هنا بقى انا حطيت بصل وفلفل، وحطيت فلفل حامي كده حته صغيره خالص عشان ولادي، وحطيت نص كميه الجمبري هنا، وهقلبهم كده في بعض تقليبه حلوه. قعدت اقلبهم بقى كويس. والناحيه التانية حطيت برضو زبده، انا طبخه الاكل كله بزبده يا جماعه. الجمبري بيحب الزبده جدا جدا عن السمنه والزيت، الجمبري بيعشق الزبده. تلاقوا معظم انواع الاسماك اصلا لو طبختيها بالزبده طعمها بيختلف 100 مره، مع ان تلاقيها هي الطريقه وهي البهارات بس بيختلف. وحطيت معلقه صلصه وثوم قبل شفشق الطماطم، وقلبتهم كده في بعض، وظبطت الملح بتاعها وتمام. ده كده خلاص خلص، الطاسه دي خلصت. هناك بقى بعد ما الجمبري اتشوح على الناحيتين، زودت معلقه توم محترمه، اتوصي بقى، اتوصي في معلقه التوم، ما تخافيش طعمه مش هيبان التوم قوي يعني. ماشي. نعم. وسبته على نار هاديه خالص. هادي خالص اهو على نار هاديه. نعم. لا الدكتور مش هيجي. وبدات ان انا ايه ده، اقلب في اضربه التاني جدا. ده. التاني ده انا كنت سايباه يتشرب الطماطم شويه، مش عايزاها تستبدل، هديله يا علقه. دوبك تشرب شويه اللي هي بس انتوا سيبها بقى، هي يا عيانه. حبيبي روحوا العبوا في عند الالعاب. ايه قطو. الرز معايا هنا كان خلص، والجمبري ده برضو كان يعتبر خلص، ونزود عليه كمون وكزبره. وبحط عصرة ليمون بقى على الاتنين، يعني على الطاجن هنا وعلى الطاجن هنا. بس عصرة الليمون دي بتحطيها بعد ما خلاص هيبقى فاضلك مثلا دقيقة وتقفلي النار، لان انا الليمون مش مستحب ان انت تعصريه وتسيبيه على النار كده، بيعمل مزازة وحشة. فاهمني؟ ويستحسن تقفلي النار اصلا وتعصريه. الطاسة دي بقى حطيتها كده في طاجن بايركس ودخلتها الفرن تدي مع نفسها لغايه ما تديكي اللون. شايفين لون الشوي دوت على الجمبري؟ احنا كل حاجه عندنا مستويه وجاهزه، بس عايزين اللون ده. فتحت عليها الشوايه بس عشان تديني اللون ده. طبعا طول ما فيها صوص طماطم مش هتنشف مني. وده الرز بالجمبري المفلفل التحفه، وطحينه طبعا لزوم الحاجات دي. خلصنا وكلنا بقى كل حاجه وعملنا كل حاجه. قعدت اقشر لهم رمان. ابني كان عنده تمرين اصلا، نزل مع باباه في البوتي تريننج. احنا في البوتي تريننج، الحقوا ده. خلصت شويه الرمان اهو. انا بحب اغسل الرمان قبل وبعد، ما اعرفش، بحس انه بيبقى فيه رمل، ما اعرفش ليه. جوزي برضو يقعد يقول لي انت بتغسليه من جوه ليه؟ اقول له مش عارفه، انا اتعودت على كده. والشمام قطعت شويه شمام، كان طعمه جميل قوي. بصوا الفاكهه، انا مش عارفه الشمام صيفي ولا شتوي. انا برضو الناس ما بتقولش عليه شباب، بس احنا بنقول عليه شباب. كانتالوب تقريبا، كانتالوب. المهم قطعت لهم شويه فاكهه وكده لزوم بقى اللانش بوكس بكره، عشان ايه؟ اكون خلصت كل حاجه. وبقى مني شويه جمبري صغيرين. فقلت هعملهم بالملوخيه. انا طريقتي ان انا بشوح الجمبري في توم وزبده،
وبسيبه كده دقيقة قبل ما يستوي وبحط عليه مرقة وبنزل عليه بشوية مية صغيرين لان هو بينزل ميته. وبعد كده بنزل بسيبه يغلي دقيقتين 3 واحط الملوخية طبعا ما تسيبهاش تغلي. وتاني يوم عندها في التلاجة، تاني يوم عملت لها الطشة بتاعتها. بس يا حبيبي كان على الطشة يعني غدا خفيف وسهل. بس يا قط بس خلصت بقى كان على الرز. وده كان روتيني، اتمنى يكون عجبكم. روتين هادي وخفيف. حبيت اعرفكم شوية اصناف ممكن تعمليها بالجمبري، عندكم 4 اصناف اهو، نقوا براحتكم. ولو عجبكم الروتين انا اسفة على الازعاج بس مش عارفة اوقفهم. متنسوش اللايك والسبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد. مع